مساء الخير. انا محمد عبد العاطي وده برنامج مع كامل احترام. انا بهزر. عاملين ايه يا شباب؟ ايه الاخبار؟ يا رب يكون كله تمام. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب الحاجات دي كلها برضه. وبما ان الفيديو اللي فات اللي احنا صورناه عجبكم واحنا قاعدين كده بنتكلم مع بعض ومدخلين التمرينه في الكلام والحاجات دي كلها، فانا واستاذ مهاب قررنا ان احنا نعمل الموضوع ده تاني، وحابين ان احنا نتكلم في حاجه مهمه كده، او عايزه ريفلكت معاكم على كام حاجه كده. طيب يا شباب، بما اننا بنلعب فول بودي، ففكره ان احنا نبقى مسخنين كويس ده حاجه مهمه جدا عشان الواحد ما يتصابش. اي نعم، هو الموضوع بياخد شويه وقت بس عادي، يعني انت خد شويه وقت علشان ما تتصابش. طيب ايه التسخين اللي انا بعمله؟ وهو ان انا بعمل دايناميك وورم اب، زي ان انا بسخن الروتيتر كافس بتاعتي وبسخن رجليا عشان الضمه وما تشدش والحاجات دي كلها. بس ده مش معناه ان هو ده التسخين اللي انا بعمله. التسخين الحقيقي بقى اللي انا بعمله هو ان انا كل عضله انا ببدا العبها لاول مره بسخن على اول تمرينه انا هتمرنها لها. يعني ايه؟ يعني انا مثلا هبدا تمرينه تشيست، فهلعب مثلا ايه؟ هلعب انكلاين تشيست، فانا هبدا ان انا العب مجموعتين او ثلاثه اتدرج فيهم بالاوزان لحد ما اوصل للوزن اللي انا هلعب بيه التوب ست. طب ده بيحصل ازاي؟ بيحصل عن طريق ان انا بحط مثلا 25% من الوزن، وبعد كده 50% من الوزن، وبعد كده 70% من الوزن، وبقلل عدد العدات اللي انا بعملها بحيث ان انا ما احرقش العضله بتاعتي او ما تعبش نفسي في بدايه التمرين، فاقدر ان انا اخش تمرينه التشيست وانا فريش وفي نفس الوقت وانا مش تعب نفسي بزياده. فاحنا دلوقتي عملنا شويه دايناميك وورم ابس، هنبدا نخش باول حاجه احنا هنلعبها وهي الرجلين. وانا في يوم الفول بادي ده بالذات مش بلعب تمارين رجل تقيله كومباوند، انا بالعكس انا بلعب لاج اكستنشنز وبلعب لاج كيرل، بس الفوليوم الاساسي بتاعي بيبقى في يوم الرجلين. فيلا بينا نخش اول تمرين. طبعا يا شباب زي ما انتم عارفين الفتره الاخيره في البلد كانت الدنيا احنا راكبين مراجيح مولد النبي، مش عارفين ايه اللي بيحصل بالظبط. إيه، الدولار بيغلى يوصل ل 70 جنيه وبعد كده يقل ل 50 ويعلى ل 62 وحاجات غريبه، لحد اخر حاجه اللي حصلت ان الدولار نزل تاني ل 50. بس احنا مش عارفين بقى نزل ولا ما نزلش ولا، الدنيا مش مفهومه من الاخر. فده للاسف بيخليك ان انت كشخص، حتى شخص عادي ما عندوش بيزنس او ايا كان، يبقى مش عارف هي الدنيا تبقى ماشيه ازاي، هيبقى مش عارف هو يقدر يبلان او يقدر يحط خطه لحياته تبقى ماشيه ازاي، يقدر يشوف هو ايه اللي المفروض يعمله وايه اللي المفروض ما يعملوش. بجد انت بتلاقي نفسك دماغك دي بتلف وما بتبقاش حرفيا عارف ايه الصح والغلط، او انت حققت حاجه ولا ما حققتش حاجه، ولا انت هل انت بتتقدم ولا انت بترجع ولا انت في مكانك ولا ايه. انت ما بتبقاش عارف الدنيا بتبقى ماشيه ازاي. وللاسف انت تلاقي في ناس بقى بتبدا تديك نصايح في حاجات هم اصلا شخصيا ما يعرفوهاش. دلوقتي احنا هنلعب لاج كيرل، ده برضه هيساعدني عامه ان انا ركبي تسخن شويه. حاجه بقى مهمه لازم انت تكون عارفها في التمرين، ان هي في كلمه ممكن تتفهم بطريقتين. ان انا اقول لك ان الوزن مش مهم، ده مش معناه ان الوزن ملوش عامل اساسي في ان انت تتطور، بس هي الفكره ان انت الوزن تبقى بتخليه يعمل التاثير اللي انت عايز تشوفه على العضلات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا دلوقتي هحط وزن اخلي تاثيره كله يبقى على العضله المستهدفه، مش ان انا اقعد اعتل وان انا اقعد اتمرجح. فبالتالي لما العب مجموعتين بس يبقى فعلا المجموعتين دول اشتغلوا على خلفياتي، مش ظهري ورجليا والسمانه ودراعاتي، واطلع عندي بامب في دراعاتي عشان انا بشد في الجهاز. فاحنا نخش دلوقتي اول مجموعه، تعالوا نشوف هيبقى شكلها ايه. حاجه مهمه بقى في تمارين زي كده، انا كنت ممكن اقعد العب انصاص عدات، بس انا بالنسبه لي هنا انا عايز العده تبقى فول رينج اوف موشن. ولما بقيم الفيلير ان انا خلاص مش قادر اكسر نص العده علشان اكمل العده بشكل عادي. بس دي بتاعتي انا، دي الطريقه اللي انا بعملها انا شخصيا. عادي بقى ممكن في المجموعه الثانيه العب لي كام بارشلايه كده في الاخر، بس انا شخصيا مش بفضل حاجه زي كده. يعني احنا مثلا للاسف مضطرين ان احنا نزود سعر الواي عندنا. ده بسبب ايه؟ ده بسبب ان حرفيا المواد الخام زادت الضعف، وانا لما بقول الضعف انا مش بهزر، بجد زيادات 100%.
فاحنا اصلا جزء من الزياده دي احنا شايلينها، بس جزء تاني احنا لازم نزوده على البرودكتس زي ما الناس كلها زودت. انت لو دخلت على ماكس ماسل وبصيت على الاسعار هتلاقي كل حاجه زادت. بس هل انت فاكر ان احنا عايزين نزود الاسعار، او ان احنا بنزود الاسعار دي علشان احنا عايزين نكسب اكتر مثلا؟ لو انت فاكر كده يبقى انت فاكر ده غلط، لان مفيش حد هيبقى الدنيا ماشيه كويس معاه وهيبقى السعر ده سعر معقول والدنيا ماشيه تمام هيحب ان هو يزود لله وللوطن خالص. بالعكس، انا عايز اقول لك ان انت كل زياده بتحصل في الاسعار بتعمل مشكله لاي بيزنس، لانه ما بيبقاش عارف يتوقع بنسبه كبيره العرض الطلب هيبقى عامل ازاي، الناس هتعمل ايه والكلام ده كله. فانت بتخش في دوامه ان انت لسه محتاج تفهم الناس هتبقى ماشيه ازاي. حاسس بقى ان انا عندي بامب في رجلي حلوه. طيب نيجي بقى للشخص اللذيذ اللطيف اللي يقول لك ايه، انتوا بتزودوا الاسعار ليه؟ التجاره مكسب وخساره. انت بتقول ايه؟ يعني ايه التجاره مكسب وخساره؟ التجاره مكسب وخساره ده معناه ان انت مثلا تعمل منتج ما يتباعش حلو، يحصل عندك مشكلة في شحن حاجة فتخسر فلوس بضاعة حصل فيها مشاكل. ده معنى مكسب وخسارة. بس مكسب وخسارة هنا مش معناها ان انت تبيع بضاعتك بخسارة لمجرد ان الناس مش عايزة ان الاسعار تزيد. مفيش حد فينا عايز الاسعار تزيد. فلو انت بقى جيت تبص لها وتتكلم فيها من وجهة نظرك ممكن تلاقي الموضوع ايه، ده فعلا it makes sense. هما ليه بيزودوا؟ ليه بتزود؟ طب انت لو رحت اشتريت تليفون من 3 سنين واستعملته 3 سنين وجيت تبص على اسعار التليفونات لقيت ان تليفونك اللي انت كنت جايبه ب 10000 جنيه ده بيتباع ب 20000 جنيه، هتبيعه ب 20000 جنيه ولا هتقول ما انا كنت شاريه ب 10000 جنيه فهبيعه بالسعر اللي انا اشتريته بيه؟ اكيد مش هتبيعه بالسعر اللي انت اشتريته بيه، هتبيعه بالسعر اللي موجود حاليا في السوق. تليفونات زي تليفونك علشان لما تبيعه تاخد 20000 تزود عليهم 5-6000 جنيه وتجيب تليفون ب25. مش هتبيعه بال10000 جنيه اللي انت اشتريته بيها، مع ان انت اشتريته واستعملته 2-3 بس ما زلت هتبيعه بثمن اغلى من اللي انت اشتريته بيه. ليه بقى انت حضرتك ما تبيعهوش بالثمن اللي انت اشتريه؟ ما انت شاريه بالقديم واللي تشتريه بالجديد بقى تبقى تبيعه بالسعر الجديد. نفس الكلام على عربيتك، نفس الكلام على لو انت عندك سكوتر او موتوسيكل، هتبيع الحاجه بسعر سوقها. لان انت لو عملت اللي انت بتقوله ده في بيزنس انت مش هتكمل 3-4 ايام حرفيا. انت دلوقتي كنت بتشتري حاجه ب 10 جنيه وكنت بتبيعها ب 12 جنيه عشان تكسب فيها 2 جنيه. لو لقيت ان الحاجه دي ثمنها بقى 13 جنيه هل انت هتبيعها ب 10 جنيه برضو؟ لان انت لو عملت ده هتلاقي ان ال10 جنيه بتاعتك اللي كانت بتجيب لك يونت بقيت محتاج ان انت تزود عليها فوق المكسب بتاعك اللي هو 2 جنيه من جيبك علشان تشتريها هي شخصيا تاني. وده ببساطه اللي بيحصل. ولو انت فضلت تعمل كده هتلاقي ان راس مالك بيتآكل واحده 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 واحده. بدل ما انت كنت بتجيب 10 قطع بقوا 8 بقوا 5 بقوا 4 بقوا 3 بقوا واحده، وتلاقي نفسك you go out of business او انت بتخسر فلوسك. حلوين قوي، مجموعه فعاله حرفيا. هنخف الوزن سيكا ونخش باك اوف سيت. فهل الناس مبسوطه بزياده الاسعار؟ لا. هل الناس بتبقى عايزه ان هي تزود اسعارها؟ لا. احنا حرفيا عايزين لو الوي ده نقدر نبيعه ب 500 جنيه هنبيعه ب 500 جنيه. بس دي حاجه ما تنفعش، ودي حاجه على كل السلع اللي موجوده في الدنيا كلها حرفيا. انت بتفتح بيزنس مش جمعيه خيريه، انت بتفتح بيزنس عشان تقدر ان انت تكسب وتسد المصاريف اللي موجوده عليك كبيزنس عشان يقدر ان هو يكبر ويمشي. وده الموضوع بكل بساطه. طيب هل بقى الدولار نزل فالمفروض الحاجه ترخص؟ المفروض. بس الفكرة ان لما بيحصل نزول في الدولار انت ما بتبقاش عارف النزول ده ثابت ولا النزول ده هيرجع تاني. يعني انت لو كنت جايب على حاجة الدولار ب70 جنيه ودفعت انت ب70 جنيه وبقى دلوقتي ب50 جنيه، المفروض انت تبيع بقى بسعر ال50
عقبال ما تلم فلوسك وترجع تشتري بضاعه تاني انت ممكن تلاقي الدولار بقى ب 70 جنيه تاني، فيبقى انت خسرت في ال 70 جنيه اللي انت شاريها، بعت الحاجه ب 50 جنيه، جيت تشتري تاني رحت شاري بال 70، يعني انت خسرت حرفيا في كل حاجه. ساعتها بقى انت حرفيا هتقعد في البيت. فالموضوع يا جدعان لو فكرتوا بيه في شويه عقل هتلاقوا ان هو انت ما عندكش اختيار ان انت تعمل كده. طيب بما اننا بقى اتكلمنا في حاجه زي كده، هل انتوا شايفين ان الظروف دي تكون ظروف تخليك بقى قادر بقى ان انت تبقى مبسوط وحاسس ان انت عارف انت هتتجوز امتى وهتجيب عربيه امتى وهتجيب بيت امتى وهتعمل الكلام ده امتى؟ لا. بس الصراحه اللي انا شايفه اللي خلى الظروف اللي فاتت اللي مش كويسه تعدي وربنا يرزقك وربنا يخليك ان انت تعمل حاجات انت شخصيا ما كنتش متخيل ان انت تقدر تعملها، هيخليك رزقك يبقى موجود ويرزقك في الحاجة وهي اغلى، ويرزقك في الظروف وهي اوحش، ويخليك تعمل حاجات اللي انت نفسك تعملها، وممكن كمان تكون احسن بكتير من اللي في دماغك. يعني انا متأكد ان انت لو قعدت مع نفسك كده وبصيت على نفسك من 5 سنين كنت بتقول انا نفسي ابقى بعمل 1 2 3، لو جيت بصيت على وضعك الحالي انا متأكد ان انت هتلاقي ان في حاجات انت ما كنتش متخيل ان انت تقدر توصل لها ووصلت لها، وفي حاجات انت كنت نفسك تعملها ولقيت نفسك عملت حاجات اضعاف احسن منها. انا شخصيا خدت قرار ان انا هعمل اللي اقدر عليه السنة دي، هشتغل اللي اقدر عليه السنة دي، والرزق وكرم ربنا ده هو اللي هسيب عليه كل حاجة، بحيث ان انا ابقى مؤمن فعلا بان ربنا كاتب لي الرزق طالما انا بتعب وبسعى. وده اللي المفروض ان احنا كلنا نعمله. في حاجات احنا مش هنقدر ان احنا نسيطر عليها، زي ان الدولار يزيد وان الدولار يقل، بس في حاجات احنا نقدر نسيطر عليها، زي ان احنا نشتغل ونتعب ونتعلم وحرفيا نعمل كل حاجة نقدر عليها عشان نبقى بني ادمين احسن. فنركز في الحاجات اللي احنا شخصيا نقدر نمسكها، ونسيبنا من الحاجات اللي احنا شخصيا ما نقدرش نتحكم فيها. وانا عندي يقين كده ان لو احنا عملنا كده، لو انا عملت كده، لو انت عملت كده، هيجي لك الوقت اللي ربنا يرزقك فيه ويحقق لك حاجات اكتر بكتير من اللي انت عايزها. انتوا رأيكم ايه؟ انا ده رأيي، ومستني ان انتوا تكتبوا رأيكم في الكومنتات تحت. واتمنى ان اكون وضحت لكم وجهة النظر. طب احنا بنصور فلوج، بنصور حاجة، وانا ماسك المايك وهو ماسك الكاميرا. صور بوبس بسرعة. هو ده يا جماعة اللي بوظ الحتة دي، انا بس عشان ابقى فاهم. تعالى بس عايز اقول لك حاجة. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. خبرك ايه؟ كله تمام الحمد لله. في حاجة بعد ما الدولار نزل رخصت؟ في حاجة أنا سمعت إن العربيات رخصت 300,000 الأوفر برايس بتاعها. الكيا سبورتاج بعد ما كانت ب3 مليون وحاجة بقت ب2 مليون 800. وهي تمنها الحقيقي كام أصلا؟ برا مصر؟ لا عاملها 500,000 بس يعني هم رخصوا زيادة عن الأوفر برايس 100% اللي هم كانوا حاطينه. بس الصراحة بأمانة يعني الذهب رخص. الذهب رخص. لو نزلت محل الصاغة الراجل هيديك ذهب من الأسعار الجديدة؟ لا بس الذهب رخص يعني. الذهب رخص رقما بس هو رخص. ايوه بس لو انت رحت المحل الذهب هل هيبيع لك؟ لا مش هيبيع لي بالسعر الجديد بس هو رخص. بالظبط ماشي، وده اللي انا بتكلم فيه. عشان لو حد يسالني الدولار رخص، ايوه على الشاشه بس، لكن روح اشتري اي حاجه من اي حته والله ما هيديها لك. بس لو انت بقى وصلت للحته دي في الفيديو، فاحنا كده خلصنا الجيم، خلصنا تمرينة الفول بادي الفشيخه، وهنروح دلوقتي ناكل شويه فراخ مشويه وحاجات، وندخل شويه بروتين وشويه كالوريز وبس. دلوقتي مستر مهاب اكله هو اللي نزل وانا منفضين لي. لا يا استاذ مهاب، شتت يا جماعه فتت شاورما فراخ في بروستد بس لسه ما جاتش. يا بختك. او البروست اهو، بس الاكل نزل في ساعتها على طول. بس انا بس يا مهاب، هو ايه اللي انت طالبه ده؟ يا جماعه شيتوس تشيكن فرايد. بس مش عارف ليه شكلها يا مهاب بيحسسك ان انت هتتعب في الحمام النهارده. بص اصلا انت ممكن يبقى 70 بقى فاهم. هو ده غالبا محمرينها في شيتوس يا جدعان، شيتوس بجد. انا طالب شيش زي اي انسان طبيعي فاهم. وريني البتاع دي بتقول ايه. انا جعان جدا بصراحه. حلو، كميه محترمه. عندنا رز، بطاطس. الفته بتاعتك بتقول ايه؟ لا هي جامده فشخ. البطاطس دي لازم ناكل. ده عبد الرحمن تعيون. بص بيعمل ايه في الشباب اللي شغال. عارف الواد اللي بتاع تيك توك بتاع سبايدر، هو ده سبايدر. احنا معانا مهاب ومعانا استاذ اياد، ودول الشباب المسؤوله عن الكونتنت.
الشاب ده مسؤول عن كونتنت ايفولف. الشاب ده مسؤول عن كونتنت ايفولف واي، هو والتيم بتاعه. الناس لو عايزه كفايه انت عندك شغل كتير. لو الناس عايزه تشتغل معاك يا استاذ اياد، انا عايز ابص على الحاجات. ايه نعم، لو الناس عايزه تشتغل معاك انستجرام دي ام دي ام على افريج 5 على الانستجرام. طبعا هو الدي ام هتلاقي حط مهاب الكلاس كلها. اعملوا يا جماعه فولو على الانستجرام، ولو انتوا عايزين حاجه من اياد ابعتوا لي وانا عادي انا هقول عيب يا اياد بقى الداخل ما بيننا خير نرمي على بعض. انا عايزك تقفل الفيديو بقى يا اياد بما انك ايفولفاوي. لا تقفله مش بايدك. بفكر. يلا قول بقى كل الاوت. يا نهار اسود. لا عايزين حاجه صايعه، عايزين لا عادي يا عم بجد. بس كده يا شباب يلا خلاص اتفضل. خلص. ايوه قول. اقفل بقى. لا يا اسطى اقفل الفلوج عادي. ايه اقفل قول. ليه اوترو يعني؟ لا ما عنديش، ملخبطيني الصراحه. يا ابني قول بس كده يا يا ابني شباب. كان اقفل. معاكم عبد الرحمن من ايفول. ماشي تعبيط يا ابني. طب قول وانا لا يا حبيبي. يعني قول احنا كان معانا مثلا هو، وبعد كده اقول اياد، وبعد كده تقول عبد الرحمن. بس كده يا شباب كان معانا كابتن عبد الرحمن من ورا الكاميرا واياد وانا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، فولو على الانستجرام لهنا، وفولو الايفولف واي واشتروا واي وافريج 5 وافريج 5 لو انتم مش عايزين. انا ما اعرفش ايه افريج 5 دي اصلا، ما اعرفش حتى الانستجرام بتاعها، فعشان كده مش هحطه. اقفل يا اسطى.